بص يا صديقي، ده جبل مصنع، تمام كده؟ ده جبل مصنع اهو بالكامل اهو، تمام. تعالى بقى كده، ده مدخل الجبل المصنع اهو، مدخل اهوت. المدخل ده كان مقفول من بره، بواقي القفله بتاعته اهيت لو ملاحظ، تمام. تقريبا في لسه شيء تحت اهوت، بس ده مردوم، احنا ما نقدرش نعمل فيه اي حاجه لان منطقه اثريه ما ينفعش نيجي جنبها، تمام. وادي جبل مصنع. طب المدخل ده عطاني ايه؟ المدخل ده عطاني جوه غرفه اهيت، تمام. والغرفه دي، وادي الغرفه من جوه اهيت، وادي مدخل الغرفه من بره، ادي مدخل الغرفه من بره، وادي الجبل المصنع. تم تصنيع كامل. احنا في الغرب، في الشرق قصدي، عشان بس الناس اللي كانت بتقول ان المصري القديم ما دفنش شرق، تمام. طب المدخل ده فتح ايه؟ فتح غرب. يبقى الدفن هنا ايه؟ طبعا بما ان مفيش حاجه تانية غير الغرفه دي، يبقى الدفن كان غرب. الدفن كان غرب، عشان بس الناس اللي كانت بتقول لك ايه دفنك غرب، انت في الغرب دفنك شرق، ولو انت في الغرب يبقى دفنك غرب، والكلام ده لا مش صحيح. والناس اللي كانت بتقول لك برضو ان مفيش المصري القديم ما دفنش في الشرق، لا دفن في الشرق طبعا، وعمل كل شيء، تمام. الفيديوهات ديت احنا بنصورها لكم يعني بنعرض لكم المقابر الموجوده في مصر تخص مصر القديم وخلافه، تمام. زي اللي بيصور المعابد والمتاحف والقطع والكلام ده كله، القطع الاثريه اللي موجوده في المتاحف، احنا بنصور لك الجبل والمقابر اللي فيه، وبننصحك وبنوعيك انك ما تجريش ورا التنقيب، لانه وهم، معظمه وهم، وما تجريش ورا الناس اللي هي بتخرب بيتك وبتفهمك اشياء مش موجوده خالص. ده بالنسبه لموضوع الفيديوهات والغرض من الفيديوهات، عشان ناس كتير قوي سالتني القصه دي. الغرض من الفيديوهات ان انا بصور زي اللي بصور المعابد والمقابر والكلام، بصور المعابد والمتاحف والكلام ده، انا بصور المقابر وبوريك اللي موجود فيها، وبوعيك توعيه من مخاطر التنقيب عن الاثار. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.